في شوية رجالة إنما إيه عنب يبهروكي ما بتبقيش عارفة هو الشخص ده كويس ولا الشخص ده وحش. في 5 أنواع من الرجالة أول ما تشوفيهم عرفي على طول كده إن الراجل اللي قدامك ده راجل توكسيك. أول نوع فيهم هو الراجل الساحر. الراجل الساحر ده بقى بيبهرك بازاي ان هو يخليكي عايشه في فيلم رومانسي ما بتبقيش عارفه اوله من اخره، بتحسي ان انت طايره زي الفراشات بالظبط والفراشات دي مش بتقع. يفضل كده معيشك في الفيلم الرومانسي ده لغايه لما تلاقي نفسك وقعتي على جدور رقبتك. اول ما تشوفيه اعرفي على طول ان الراجل ده عليه 100,000 علامه استفهام، لازم تبعدي عنه. تاني راجل ده الشخص العدواني. الشخص العدواني بقى مش بمعنيه، هو مش بيجي يهاجمك ولا بيجي زي يضربك، لا ده بيغير لك كل المفاهيم عن العدوانيه. الشخص بقى العدواني ده بيتميز بحاجه ان هو بيمارس معاكي حاجه اسمها الصمت العقابي. والصمت العقابي ده يفضل قالب وشه، محسسك دايما بالذنب، على طول حاسه ان انت ضايقتيه وانت مش عارفه انت عملتي ايه، بس انت لازم تفضلي حاسه ان انت اذيتيه في حاجه ما، مش عارفه ايه هي. تكلميه 100,000 مره مش بيرد عليكي. يا ابني طب انت زعلان من ايه؟ عارفه نفس الطريقه بتاعت هو كده، اعرف انت لوحدك هو بيعمل معاكي نفس الحاجه بالظبط. ودي من ابشع الحاجات اللي هي الصمت العقابي ده، لغايه لما تفضلي طول اليوم بتلفي حوالين نفسك ان انت عندك مشكله ولازم تعرفي الحل بتاعها. تالت نوع وده بقى الشخص النرجسي. الشخص النرجسي ده هو ما عندوش غير هو وبس، ومن بعده الطوفان. يفضل يلعب معاكي كده العاب ذهنيه ما تبقيش عارفه هو انت ازاي منساقه وراه. يعني هو انت عاجبك ومش عاجبك في نفس الوقت، عايزه تطلعي من الادمان بتاعه وفي نفس الوقت مش عارفه تطلعي منه. يفضل كده يشتغل معاكي بكل الطرق لغايه لما انت تبقي تحت طوعه ما بتبقيش عارفه تبصي ولا يمين ولا شمال. اول ما تشوفي الراجل ده كده جاي من بعيد اعرفي على طول ان الراجل ده لازم تبعدي عنه. رابع نوع بقى من الرجاله هو الراجل الطماع. الراجل الطماع ده بقى كارثه، انت ما بتبقيش عارفاه في الاول. هو يبان في الاول ان هو عارفه عايز كده يسحبك بان هو راجل لطيف وجنتل واللي انت عايزاه يديها لك ان شاء الله حتى تطلبي عينيه. وبعد كده لا، ما هي بتشتغل خلاص تصرف هي، ما هي معاها فلوس كتيره، ايه المشكله ما تصرف هي على البيت؟ المشكله اصلا لو انا قعدت وهي اللي صرفت علينا. ده شخص طماع بيطمع فيكي في كل حاجه وكانك حق مكتسب ليه، وقتك فلوسك حياتك، كانك انت مش موجوده وانت بس ملك ليه. ده طبعا شخصيه سيئه جدا، لازم تبعدي عن الراجل الطماع. خامس نوع بقى وده الراجل اللي انت ما بتبقيش عارفه الغلطه جايلك منين، هو الراجل الحارس. ده بقى عامل زي الملاك الحارس، يكلمك 100,000 مرة في اليوم، انت روحتي فين حبيبتي انا بطمن عليكي. يصحيكي الصبح على مورنينج تكست وينيمك بالليل على نايت تكست. انت فعلا مش عارفه هي الغلطه بتاعته فين. لو ما لقاكيش يبعتلك على الواتساب قلقتيني عليكي، انت ازاي مش موجوده حبيبتي، انت عارفه ان انا ما بقدرش اعيش ولا لحظه من غيرك. اول ما تعرفي ان حياته كده مقفوره اعرفي على طول ان ده لازم تسيبيه فورا حالا. المشكله بقى في كل الرجاله التوكسيك دي ان هم ما بيشوفوش غير نفسهم وبس، هم حاسين ان انت الغلط كله عندك. على طول بيحسسوكي ان انت مش كويسه وان انت ناقصك حاجات كتيره، لغايه لما ثقتك بنفسك بتروح مع الوقت. انت مش بتبقي مدركه ده غير لما بتركبي الزحليقه وبتقعي معاهم وتتجوزي وتبقى جوازه طبعا منيله واخرها الطلاق. فاول ما تلاقي اي نوع من الرجاله التوكسيك دي تعرفيش غير تعملي حاجه واحده بس، تجري، تاخدي في سنينك وتجري.